ازيكم عاملين ايه؟ طبعا انا بحاول اغير لوكيشن المكتب بحيث ان انا محسش ان انا بتكلم عن دراسة او مذاكرة او كده. بس يعني انا فعليا بتكلم عن دراسة ومذاكرة. المهم، طبعا من العنوان بتاع الفيديو انتوا عرفتوا انا هتكلم عن ايه. بالرغم ان انا جاوبت عن السؤال ده قبل كده بس برضو لسه بيجيلي وانا بغير في رأيي، يعني فاهمين؟ ف... فسؤال: سنتر ولا اونلاين في ثالثه ثانوي؟ وناخد مع مين في ثالثه ثانوي؟ طبعا انا علمي علوم، يعني عشان لو حد لسه جديد بيشوفني، انا علمي علوم، فهيبقى كلامي اكتر لفئه علمي علوم. لاني معرفش الصراحه مدرسين لرياضه غير مستر احمد عصام، وادبي معرفش فيها اي حاجه خالص. ف فانا علمي علوم، تمام. مبدئيا كده انا ليه بقالي كتير ما بنزلش، تقريبا اخر فيديو نزلته كان في العيد. صدقوني والله العظيم انا صورت فيديوهين وما نزلتهمش. والفيديوهين عن النتيجه. انا يوم ان انا كنت بجيب فيه النتيجه وبابا قالها لي وكنت بكلمه وكل ده صورته، وبعد ما خلاص جهز انا قلت مش هنزله. وبعديها لقيت اجبار يعني ان انا انزل النتيجه وكده، فقلت خلاص هنزلها. ورجعت صورت فيديو تاني وبرضو قلت مش هنزله. ليه بقى؟ يعني بصوا، انا ما نزلتش نتيجه الترم الاولاني، كمان النتيجه بتاعت الترم التاني الحمد لله الحمد لله كانت كويسه. فانا حسيت ان انا يعني فاهمين. كتير قوي من صحابي وكتير قالوا لي يعني بلاش انزلها وكده، انا داخله ثالثه ثانوي ومش ناقصه، ما في ناس كويسه زي ما في ناس عيونها مش لطيفه. ف... فصراحه قالوا لي ما نزلهاش. بس الحمد لله نجحنا وعدينا وخلاص، يعني ايا كان ايه النتيجه بتاعت تانية ثانوي. حاسه مش هتفرق كتير، وكل اللي سالني على تيك توك انا رديت عليه قلت له النتيجه. ففي كتير قوي عارفين نتيجتي اساسا، بس ما نزلتش فيديو عنها بالرغم ان انا صورت. طيب خلينا بقى في موضوعنا، وهو سنتر ولا اونلاين. بعيدا عني خالص، بعيدا عني انا، برضه بقول انا. بعيدا عني، المفروض انا رايي يعني ان انتوا تاخدوا كل المواد اونلاين ما عدا مادتين مثلا سنتر، بحيث ما يبقاش يعني الموضوع ضغط قوي وكده. وكمان في مواد انتوا هتنسوها زي الانجليش، يعني الانجليش تقريبا هيتنسي، ولو اتحط اونلاين بجد هيتنسي، مش هيتذاكر مع المواد اللي المفروض نذاكرها. هتهتموا بالكيمياء والفيزياء والعربي وهتنسوا الانجليش. فده بالنسبه لي ده اساسي، تنزلوا سنتر او برايفت او ايا كان. المهم بجد ما تاخدوش اونلاين. شوفوا بقى ايه الماده التانية ان انتوا مش بتحبوها او كان معاكم معاها مشاكل في الاونلاين، وخدوها برضو سنتر. اكتر من مادتين سنتر حاسه الموضوع هيبقى بايظ خالص. فبالنسبه لي ده رايي في حوار سنتر ولا اونلاين. انا ككنزي هاخد سنتر ولا اونلاين؟ انا كله اونلاين. انا مفيش اوبشنز اصلا عندي ان انا اقول سنتر او اونلاين او برايفت او كده. انا من صغري من انا صغيره ما بنزلش خالص من البيت. بالنسبه لي انا ممكن مدرسين يجولي بس يكونوا بنات يعني، فانا ما بلاقيش اساسا مدرسين بنات او كده. فبالتالي انا اونلاين، يعني ما فيش اوبشنز خالص عندي. ممكن زوم، بس ما باخدش برايفت او سنتر او كده. طيب ناخد مع مين بقى؟ بالنسبه للعربي مستر محمد صلاح، يعني اكيد اكيد. هل في مدرسين تانية؟ انا بدور لكم والله العظيم على مدرسين تانية يكونوا كويسين بقى، بعيدا بقى عن مستر محمد صلاح ومستر رضا الفاروق. في مستر انا هحطه تحت التجربه، تمام؟ لو فعلا طلع حلو انا هعلن عنه، لو طلع وحش خلاص اعتبروني ما قلتش حاجه. فانا بحاول اجيب مدرسين تانية، بس لحد دلوقتي مستر محمد صلاح كويس. بالنسبه للرياضه انا الصراحه معرفش غير مستر احمد عصام، فما اقدرش افيدكم في حاجه. بالنسبه للانجليش في مستر انجليشاوي او محمود رضوان او محمد رضوان، مش فاكره الصراحه قوي، ده تحفه. وفي مستر علي السيد على اليوتيوب، ده الصراحه شرحه حلو قوي. فدول اللي انا هاخد معاهم، تمام. بالنسبه لايه تاني؟ الفيزياء مستر علي مصطفى كده كده بلا منازع، ومستر محمد عبد المعبود. بس بالنسبه لي يعني علي مصطفى اعلى كمان من مستر محمد عبد المعبود. محمد عبد المعبود حلو جدا في الحل، علي مصطفى حلو جدا في الشرح. الكيمياء هما 2، مستر محمد عبد المعطي ومستر خالد صقر. برضو مستر خالد صقر حلو قوي في الحل، مستر محمد عبد المعطي حلو قوي في الشرح.
فانا الصراحه الاتنين مكملين لبعض، الفيزياء والكيمياء. بالنسبه للاحياء، بعد ما انا جايه بعد فيديو تاسيسي بتاع مستر محمد ايمن وفيديو تاسيسي بتاع مستر احمد الجوهري، وبقى كميه اسئله لو ناخد مع مين. عندكم الاتنين منزلين على اليوتيوب، الاتنين منزلين المحتوى فور فري، خدوا مع اللي يعجبكم، جربوا ده وجربوا ده. انا عن نفسي هجرب ده وهجرب ده، وبحيث ان انا ما اكون يعني ما اكونش خدت براي حد، انا اكون جربت بنفسي. لان اللي بيسالني انا ما اعرفش يا جماعه، انا لسه هجرب زيكم. ف فبالتالي انا ما اعرفش، يعني انا ما اعرفش اني احسن. مستر محمد ايمن نزل الفيديو النهارده، مش عارفه الفيديو ده الصراحه انا منزله امتى، بس مستر محمد ايمن نزل الفيديو النهارده اللي هو الخميس، بس انا لسه ما شفتش حاجه يعني. ومستر احمد الجوهري هينزل الفيديو يوم السبت. تمام. انا الصراحه مايله لمين؟ مستر احمد الجوهري. بس انا اساسا بدور على مدرسين احياء. لقيت لكم مين بقى وبجد يعني بيشكروا فيه جامد؟ مستر احمد رضوان ومستر مجدي فوده. الاتنين دول بجد كتير قوي قالوا لي عليهم ان هم كويسين وكده. انا لسه ما جربتش، فبالتالي مش هقدر اقول هم كويسين ولا لا، بقول اللي اتقال لي. بس كده بس كده. باذن الله باذن الله انا بصور في فيديو تاني يكون بقى خارج عن نطاق المذاكره. يا رب يا رب ما يبصي وانزله. وباذن الله الفيديوهات الجايه بقى هتبقى مذاكره، لان خلاص يعني خلاص. وبس كده، باي.